السلام عليكم. انا ما نزلتش فيديو يوم السبت اللي فات، بس انا هعوضكم دلوقتي. فصلوا على النبي كده ويلا بينا نبدا، علشان الفيديو ده فيه حاجتين، سنه وحكايه. القصه كلها ان في يوم من الايام سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام وهو واقف لقى عثمان بن عفان داخل عليه. المهم ان سيدنا عثمان بن عفان كان معاه حاجات، فسيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام ساله قال له ايه اللي معاك يا عثمان؟ فرد عليه سيدنا عثمان بن عفان وقال له معايا سمنه وعسل ودقيق. فاخدهم منه سيدنا محمد وعمل بيهم اكله. يلا بينا نروح نعملها. صلوا على النبي بقى. هتجيب اي طاسه عندك، والمهم اللي تكون ما بتلزقش، وهتحط فيها شويه سمنه صغيرين. هما دول اخر شويه سمنه تقريبا. وهنحطه معلقتين دقيق. دي واحده، دي التانية. وهنقعد بقى نقلب بقى كويس جدا، بس وطي النار علشان ايه ما يتحرقش بس مننا. ومفروض نحط عليها شويه عسل، لان هما بيبقوا المفروض التلاته مع بعض بيستووا مع بعض. هنقلب برضو. بس كده احنا خلصنا. على فكره الموضوع الموضوع طلع اسهل مما نتخيل حرفيا. ودينا وصلنا. ادي الاكله. بسم الله. الاكله دي اسمها الخبيص او الخبيص، مش عارف النطق الصح بتاعها ايه بصراحه، بس هي ديت اللي سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام عملها لما كان جاي عليه سيدنا عثمان بن عفان. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. تحفه. ايه ده بجد؟ ايه ده بجد؟ انتوا عارفين طعمها عامل زي ايه بالظبط؟ الغريبه. هي غريبه، هي حرفيا غريبه. انت متخيل ان سبحان الله سيدنا محمد من حاجات بسيطه جدا جدا عمل الاكله دي؟ فبجد دي حاجه تبين لنا ان من اقل الامكانيات او من اقل الحاجات سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام عمل حاجه بجد جميله جدا. يعني الدنيا ما بتقفش اللي احنا لازم نجيبه اغلى حاجه واحسن حاجه، تمام، او نصرف بمعنى اصح علشان نعمله حاجه حلوه. وعلشان كده اقول لكم على حكايه، وهي في زمن تاني غير زمن سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، وملهاش علاقه بسيدنا محمد، لكن حكايه جميله جدا جدا وانتوا هتتبسطوا بيها قوي. زمان في تركيا كان في واحد اسمه خير الدين كاجاجي افندي. الراجل ده كان حلم حياته اللي هو يبني مسجد. فكان كل ما يروح السوق عشان يجيب احتياجاته من اكل وخضار او هكذا، ويشوف لحمه او فاكهه ويبقى خلاص عايز يجيبها، يقول كلمه واحده بس، سانكي يدم، ودي في اللغه التركيه يعني كاني اكلت. وفعلا كان بيشيل الفلوس اللي هو هيجيب بيها اللحمه او هيجيب بيها الرفاهيه بمعنى اصح، لحمه فاكهه، لا الحاجات الزيادات دي، لحد ما في يوم من الايام بنى اغرب اسم مسجد في الدنيا، مسجد سانكي يدم او كاني اكلت. والمسجد ده للاسف اتدمر بسبب حريقه بعد الحرب العالميه الاولى، وفي سنه 1959 اهل البلد لموا من بعض وبنوا هيكلته تاني او بنوه مره تانيه. الراجل ده حرفيا ضرب لنا مثل في عدم الاسراف. هل انت بقى نفسك في حاجه خير تعملها تخليك كل ما تروح تجيب رفاهياتك او اي حاجه زياده عن حياتك الاساسيه تقول سانكي يدم؟ ودي لي سلامي يا رايح للحرم، وادعي لي وسلم لي على هذه الأمم. هنيئا هنيئا يا رايح للهدي، غرام شغلني ملا كل فؤادي.